يا مساء الفل عليكم. انا النهارده في معرض ذا بيج فايف. وخلاص خرجت الحمد لله على خيرة الله يعني. يعني فيدباك سريع كده عن المعرض طبعا اكيد، او يعني محدش عارف، هو معني مش بس بالعمارة، معني بالمواد عامة، المواد الخام عامة، والسكيل بتاعه بيبقى اكبر من السكيل بتاع معرض تي دي اس مثلا، زي ديزاين شو. زي الديزاين شو بيبقى مختص اكتر بالتشطيبات، بالفينش، بالانتير ديزاين، بالكلام ده كله. لكن ذا بيج فايف في الحاجات دي بلس حاجات تانية اضافية خاصة بمدني اكتر، مواد عزل، اسمنت، طوب، الحاجات دي كلها موجودة برضه. فمن ضمن الحاجات اللي عجبتني في المعرض هي الدهانات. في دهانات شكلها حلو، التكتشر بتاعها جديد. في مضادة للمية طبعا، في الغسل عادي، ده موجود على طول يعني. ولكن كان في دهانات لا شكلها حلو وجديدة يعني. في من ضمن الحاجات اللي كانت حلوة برضو وكانت موجودة السنتين اللي فاتوا وموجودة السنة دي برضو، هي فكرة ان الليد. تقولي ايه هو الليد ده؟ الليد ده زي كود كده، على اساسه هو بيقيم البيت بتاعك او الفراغ بتاعك، هل هو صديق للبيئة ولا مش صديق للبيئة. المينيمم بتاع المساحة، عشان يعني هو الموضوع بيبقى سكيله أكبر يعني، على سكيل مباني ومشاريع كبيرة والكلام ده كله، ولكن المينيمم بتاعها بتاع المساحة 200 متر. ف 200 متر عادي، ممكن يكون في شقة يونت 200 متر عادي جدا، فده عادي هتبقى داخلة معانا في الكاتيجوري بتاع كاتيجوري معين كده في الليد، خاص بتقييم الفراغ من ناحية الانتيريور ديزاين. ففكرة ان هم يعني يقدموا لك الخدمة دي، هيجيبوا لك انت تروح لهم بالمشروع بتاعك او بالفراغ بتاعك، هيقيموا لك هل هو صديق للبيئة ولا لا. طبعا مش هيبقى مش صديق للبيئة، وهل في امكانية ان هو يبقى صديق للبيئة بنسبة، حتى لو نسبة قليلة ولا لا. هيبقى سيرتيفايد يعني ولا مش سيرتيفايد، حتى لو الريت الاولاني خالص. فدي خدمة حلوة جدا. طبعا زي ما احنا عارفين، الانبعاثات الكربون بيقيسوها، الانبعاثات العامة العادية اللي طالعة من السيراميك مثلا وخلافه. يعني كتير من مواد التشطيب اللي احنا بنستخدمها مش ايكو فريندلي خالص ولا صديقة للبيئة. ففكرة انك تدخل حاجة زي كده على المشروع بتاعك، طبعا هي في الاول الانيشال كوست بتاعتها هتبقى غالية شوية، ولكن على المدى البعيد لا، الموضوع هيبقى حلو جدا، ويعني ويوفر معاك جامد على فكرة. يعني استهلاكك للكهرباء وفواتير الكهرباء والطاقة عامة، والراحة الحرارية، وهيأثر عليك بالراحة النفسية. كل الكلام ده انت هتجني ثمارها بعد كده. تدفع في الاول شوية، ولكن بعد كده انت هتستريح كتير وهتوفر كتير، وهتجيب الفلوس اللي انت صرفتها في الاول دي على مدار السنين اللي بعد 4 5 سنين مثلا، تكون غطيت النفقات اللي انت صرفتها في الاول. فدي حاجة محتاجين ندخلها معانا في الديزاين بتاعنا. طبعا مش كل الماتيريال ليها بدايل. في ماتيريال معينة بقت ايكو فريندلي فعلا، السورس بتاعها نفسه ايكو فريندلي، المصنع اللي بيصنع. في طوب بقى ايكو فريندلي، في حاجات مواد اسمنتية كتير، محارة ومش عارف ايه الكلام ده كله، صديقة للبيئة، والانبعاثات بتاعتها تكاد تكون قليلة جدا، او تكاد تكون معدومة. ولكن لسه بقى فكرة السيراميك والدهانات والحاجات دي كلها، اي ثينك لما سألتهم يقول ستيل لسه مفيش بدايل، ولكن هما هيقدموا بعض الحلول اللي ممكن تعلي الريت بتاع الفراغ اللي انت قاعد فيه، بحيث هو يكون ايكو فريندلي او واخد سيرتيفايد بشكل او باخر بدرجة من درجات الليد. يعني هي قصة كده يا جماعة، بس هي قصة كويسة جدا، حلوة جدا، يا ريت ندخلها معانا في الديزاين بتاعنا. بس كده، دي كانت تجربة سريعة أو فيدباك سريع عن معرض بيج فايف، ونشوفكم على خير في مناسبات أخرى إن شاء الله. السلام عليكم.